الرهان اللي باش يقع فيها الانتخابات ما هوش رهان برامج، مش برنامج ضد برنامج، عقليه ضد عقليه واخلاق ضد لا اخلاق. فمن اللي خلاهونا بن علي، التركه اللي خلاهاني بن علي هي هذه التصرفات اللا اخلاقيه، الكذب والاشاعات واستعمال اخس الوسائل، هذه كلها تركه بن علي. خاطر حتى بورقيبه، انا عرضت في عهد بورقيبه، ووالدي عارف في عهد بورقيبه، وعرضنا في عهد بن علي. بورقيبه كان يحطك في الحبس وكان يعمل كذا، كان دائما الامور ما يوصلش للاسفاف والابتذال اللي وصل له بن علي. بن علي ترك لنا هذه التصرفات اللا اخلاقيه اللي قاعده تسمم في البلاد. بالاساس المعركه اللي باش تكون توا باش تكون معركه قيم ضد لا قيم، اخلاق ضد لا اخلاق، الناس اللي باش تمشي بافكار وناس باش تمشي بالفلوس، الناس باش تمشي باش تقنع الناس تمشي لهم من عقولهم وضميرهم، الناس باش تمشي لهم لجيوبهم، فهمني؟ الناس اللي باش تحاول ترفع من قيمه التونسي، والناس اللي باش تمشي تخفض من قيمه التونسي، الناس اللي باش تراهن على ذكاء التونسي، والناس اللي باش تراهن على يعني غباء التونسي، الناس اللي باش تراهن على نزاهه التونسي وكرامه التونسي، والناس اللي باش تراهن على العكس. هذه المعركه الانتخابيه باش تكون ماهيش معركه برنامج ضد برنامج. خلافا للصوره السوداويه التي يريد البعض اعطاها، هذا بلد حي، بلد يتقدم، بلد يشتغل، بلد يبدع، وأنا فخور بهذا الوطن، فخور به لأنه قام بثورة عظيمة، لأنه قام بمرحلة انتقالية لم تكلف شيء، وفي أصعب الظروف عمال تونس اشتغلوا، في أصعب الظروف مهندسين تونس اشتغلوا، في أصعب الظروف فلاحين تونس اشتغلوا، في أصعب الظروف التوانسة خدموا، والتوانسة باش يخدموا، والتوانسة باش يجعلوا من هذا الوطن إن شاء الله دولة متقدمة.